مرة واحد راح لطبيب نفسي يشتكي له الضغوط اللي بيمر بيها من روتين الحياة. وهنا الطبيب النفسي سأله وقال له انت شغال ايه؟ قال له انا شغال محاسب في بنك. قال له طب وزوجتك شغاله ايه؟ قال له لا مراتي ما بتشتغلش، مراتي دي ست بيت. قال له طب احكي لي بالراحه كده، انت بتصحى امتى ومراتك بتصحى امتى وانت بتعمل ايه؟ قال له انا بصحى الساعه 7 عشان اجهز اروح للشغل، لكن مراتي بتصحى قبلي بساعتين 2 تجهز هدوم العيال وتاكلهم وتلبسهم وتوديهم المدرسه. قال له طيب بعد كده بتعمل ايه؟ قال له انا بروح الشغل وهي بتروح توديهم المدرسه. قال له طب اما بترجع بتعمل ايه؟ قال له هي بترجع بقى تنظف البيت وتجهز الغدا وتكوي وتجهز الهدوم، ولو عندها اي حاجه تعملها في البيت لغايه ما يجي ميعاد المدرسه تروح تجيب الاولاد وترجع اكون انا جيت من شغل المرهق. قال له طيب اما بتيجي من شغلك بتعمل ايه؟ قال له باكل على طول وبنام في السرير من شده الوجع والتعب. قال له طب وزوجتك بتعمل ايه؟ قال له مراتي بصراحه بتقعد تذاكر للاولاد وتقعد تجهز للاولاد الحاجات اللي هم بيعملوها في الواجبات بتاعتهم لغايه ما يجي ميعاد العشاء. هنا بقى تبدا تجهز العشاء وهنا تبدا تصحيني عشان اتعشى معاهم. قال له جميل، طب وبعد العشاء بتعمل ايه؟ قال له الوقت ده بيبقى بالنسبه لي بتفرج على التلفزيون، بقرا اخبار، بحاول اجهز بعض الحاجات لشغلي تاني يوم، بحاول اريح نفسي شويه عشان اخف من الضغوط اللي عني. قال له يعني انت بتقول كل اللي انت بتقول عليه ده وانت شايف ان انت اللي محتاج لطبيب نفسي؟ انت زهقان من عمل روتيني بتاخد مقابل، بس مراتك بتشتغل عمل روتيني ل 24 ساعة بدون راحة، بدون مرتب، بدون حوافز، بدون راحة، بدون اي كلمة شكر ممكن حد يقولها لها. مراتك هي اللي محتاجة تروح لطبيب نفسي من الضغوط اللي موجودة حواليها. الست ليها لازمة في الحياة جدا، واي بيت في الدنيا الست فيه ما بتكونش على قدر المسؤولية البيت ده بيروح. الست اهم حاجة لانها امك واختك وبنتك وهي قوام المجتمع، واي ست بتمرض او لا قدر الله بتموت في بيت، البيت ده بيقع ما بيقدرش يعمل اي حاجة. ومش معنى كده ان انا بقول ان الراجل ملوش لازمة، لا، الراجل سند وظهر وكل حاجة والامان. الست مش هتعرف تشتغل في بيت كويس غير ما يبقى في راجل في ظهرها سند. بس خلي بالك الست دي لازم تديها حافز، اوعى تحسسها ان هي ما بتعملش اي حاجه. الوظيفه اللي بتعملها احسن مليون مره من مليون وظيفه، يمكن انها بتقوم اولادنا، بقى لو كمان بتشتغل وجنب ده بتعمل حاجات البيت. اوعى حد يقول الست ملهاش لازمه، وهو حد يقول الست ملهاش في الشغل، وهو حد يجيب سيرة الست أبدا، بس الست كويسة. تحية وسقفة لكل أم، لكل زوجة، لكل بنت كويسة. 1000 مليون تحية للناس اللي طلعوا مليون راجل زيه وزي ناس كتيرة قوي من كل التعب اللي هم تعبوه. وتحية لكل راجل واقف جنب مراته وأخته وأمه ويستاهل إنه ربنا يكرمه في أولاده عشان هو راجل شايل المسؤولية. نحيي اللي شايل بره واللي شايل جوه. تحية لكل ست بتساعد في صلاح المجتمع ويوم القيامة هنشهد لها بالصلاح. اوعى حد يقول الست ملهاش لازمة، والله العظيم لها كل اللازمة.